أهلا ومرحبا بكم نحييكم من الفضاء الإريترية ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحابكم خلالها محجوب حامد. والبداية بالعناوين. احتفلت إذاعة صوت الجماهير الإريترية بالذكرى الأربعين لتأسيسها. حضر المناسبة التي جرت في قاعة حجر بوزارة الإعلام الأعضاء القدامى والجدد للإذاعة والضيوف والمتابعين. وقال المدير العام لقسم الإذاعة السيد قرماي برهي إن إذاعة صوت الجماهير قدمت خلال خدمتها ل40 عاما المعلومات الحقيقية رغم كل التحديات، وقامت بعمل كبير نموذجي لنصرة النضال التحرري وإحلال العدالة الاجتماعية والارتقاء بوعي الشعب الثقافي والسياسي وتعزيز مشاركته والانضمام بتناغم إلى رؤى وهدف واحد. أوضح بأن إذاعة صوت الجماهير الإريترية تمكنت من إيصال صوتها حاليا بوسائل التقنية الحديثة إلى أوسع قطاع من المواطنين في أرجاء العالم، وشكر كافة أعضائها القدامى والجدد الذين عملوا بتفان منذ تأسيسها وحتى الآن لتصل إلى المستوى الحالي، داعيا أعضاؤها الجدد للعمل القوي لنتائج أفضل. وتم في المناسبة تدشين المجلة المعدة بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس إذاعة صوت الجماهير. تقدم إذاعة صوت الجماهير الإريترية التي تأسست في الأول من يناير من عام 1979 في منطقة فح بالساحل الخدمات الإذاعية باللغات ال9 لقوميات النارا والساهو والبلين والتجرينيا والعفر والتجري والبداويت واللغة العربية. عقدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي ورشة عمل في مدينة دقمحري بشأن الأطفال المخالفين في الإقليم الجنوبي وكيفية رعايتهم. شارك في الورشة ممثلون من المؤسسات الحكومية والاتحادات ورجال الدين والأعيان في مديريات سجنيت وصنعافي وماي عينب وطرونا. وهدفت الورشة التي تأتي مواصلة للورشات المماثلة التي نظمت في المديريات الأخرى خلق فهم مشترك ومكافحة المخالفات والجرائم التي تنفذ ضد الأطفال وبالأطفال. ودعا مسؤول مكتب وزارة العمل والضمان الاجتماعي في الإقليم الجنوبي السيد هيلي جبر ميكائيل في الكلمة التي ألقاها المشاركين للعمل بقوة لإنجاح الجهود الحكومية لتنشئة الأطفال بالقيم السمحة. وقدم الخبراء من المكتب المركزي للوزارة شرحا في الورشة حول رعاية الأطفال المخالفين وضغط الأصحاب والهجرة غير القانونية وأضرارها ومواضيع أخرى. من جانبه أشار المدير العام للضمان الاجتماعي السيد قال آب تسفى سلاسي إلى أهمية الورشة داعيا المشاركين لترسيخها في مناطقهم. قام الإريتريون المقيمون في هولندا وجنوب السودان بحراك وطني للدفع بالبرامج الوطنية. وفي هذا الإطار عقد سفير إريتريا في الاتحاد الأوروبي السيد ناغاسي كاسا سمينارا في 30 من ديسمبر المنصرم للإريتريين المقيمين في هولندا حول الأوضاع في البلاد والمسؤولية الحالية للمواطنين. وقال إن عهد السلام الجديد القائم في منطقتنا يعتبر تطورا قدمت فيه إريتريا مساهمة نشطة وتضحيات، وستقوم بدور رائد في جهود إحلال الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي. ودعا لتعزيز دور الإريتريين في المهجر في برامج التنمية والتصدي. وقدم السفير ناغاسي كاسا شهادات الصمود والتصدي التقديرية للاتحادات الجماهيرية المساهمة لتنظيم وتوجيه المواطنين في القضايا الوطنية. من جهة أخرى عقد الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع جنوب السودان مؤتمره الثاني يوم 29 من ديسمبر الماضي. وأوضح سفير إريتريا في جنوب السودان السيد يوهانس تخلي ميكائيل في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الدور الكبير للمرأة الإريترية لإنجاح القضايا الوطنية، ويتوقع من الاتحاد الوطني للمرأة تعزيز مساهمته لتحقيق الانتصارات في العهد الجديد. وقدمت رئيسة الفرع السيد لؤولة تسفهيود تقرير عن الأنشطة المنفذة، وقالت إن الهدف من المؤتمر التعرف على النواقص والقصور والدفع بالمميزات، مؤكدة جاهزية العضوات للمهام القادمة.
هذا وانتخب المؤتمر هيئة إدارية جديدة من 16 عضوا. في غضون ذلك عقد تنظيم شباب الجبهة للديمقراطية والعدالة في جنوب السودان مؤتمره الثاني يوم 30 من ديسمبر الماضي تحت شعار النصر للسلام والشراكة المستدامة في شرق أفريقيا. وأوضح مسؤول الجالية الإريترية في جوبا السيد هوبتوم زرؤو أنه يتوقع من تنظيم شباب الجبهة الشعبية العمل لرفع وعي الشباب بالقضايا الوطنية وقيم المجتمع، مشيدا بالإنجازات التي حققها. وقدم تقرير عن أنشطة التنظيم وانتخاب هيئة إدارية جديدة من 23 عضوا. عقد في مدينة عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر اجتماع تركز حول تعزيز الجهود الإضافية لتقوية الكفاءة الطلابية، وكذلك لتقييم نتائج الطلاب في امتحانات الشهادة المتوسطة. ووفق التقارير المقدمة شارك 662 طالبا في 9 مدارس متوسطة في الإقليم و270 من أعضاء قوات الدفاع الإريترية في امتحانات الشهادة المتوسطة في العام الدراسي 2017-2018، وحصل أكثر من 67% على نقاط النجاح. وأوضح التقرير عن انخفاض نسبة النجاح في هذا العام مقارنة مع السنوات الماضية، وكانت أهم الأسباب التي أدت إلى تدني النسبة كثرة التقيب عن مقاعد التعليم من الطلاب والمعلمين، وعدم إعطاء الطلاب الاهتمام للتعليم، وتدني مستوى متابعة أولياء الأمور. وأشار التقرير فيما يتعلق بمشاركة الإناث في مائدة التعليم إلى أن النسبة تصل في المرحلة الابتدائية إلى 28% و24% في المرحلة المتوسطة و20 في المرحلة الثانوية، مذكرا على بذل جهود حثيثة لتعزيز ورفع تلك النسبة. وقد حصل 23% من المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية في العام 2017-2018 بالإقليم على الشهادات، و13% على الدبلوم، و12% على البكالوريوس، والتحقوا بالكليات الوطنية. وقال مسؤول مكتب التعليم في الإقليم السيد حقوس أتحنا إنه مع كافة النواقص والقصور تسير العملية التعليمية بمستوى جيد، داعيا المجتمع خاصة الآباء لمنح اهتمام أكبر لضمان كفاءة واهتمام الطلاب. وأكد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد حمد علي على العمل الدؤوب والجاد لحل الأسباب المؤدية لتدني مستوى مساهمة الطلاب ونتائجهم. تقوم جمعية منتجي الألبان في مديرية أغردات بجهود لرفع إنتاج الألبان. وأوضح أعضاء الجمعية على ملائمة المديرية لتربية الماشية، مؤكدين على قذارة الأمطار هذا العام والذي ساهم في إنتاج وفير من العلف الزراعي. وقال السيد أبو الحسن إدريس من القائمين على عمل الجمعية إن الجمعية تضم 637 عضوا يمتلكون أكثر من 4700 رأس من الأبقار، ويقدمون إنتاجا وفيرا وبأسعار مناسبة. ودعا أعضاء الجمعية في الإسراع على عمل مبنى لتخزين وتوزيع الألبان في أقردات للدفع بجهود المهتمين بتربية الماشية. كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، أمرت حكومة الصومال أكبر مسؤولي الأمم المتحدة في البلاد بالمقادرة في قرار سيضر على الأرجح بعلاقاتها مع القوى الأجنبية الداعمة لجهودها الرامية لإرساء الاستقرار بعد عقود من الفوضى. واتهمت الحكومة نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. والأمم المتحدة داعم كبير للصومال الذي يسعى للخروج من أتون الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1991 عندما أطاح أمراء حرب بنظام السلطة ثم انقلبوا على بعضهم.
واتخذت الحكومة الصومالية الخطوة بعدما بعث هيثم بخطاب إلى وزير الأمن الداخلي بتاريخ 30 من ديسمبر عبر فيه عن القلق إزاء مزاعم تورط قوات الأمن الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة في مقتل 15 مدنيا. وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك إن المنظمة الدولية تدرس الأمر. أعلنت وسائل إعلام صينية هبوط مسبار على القمر في الجانب المعتم منه في خطوة تاريخية تعد علامة بارزة عن طريق برنامج الصين الفضائي الطموح. وذكرت أن المسبار تشانغ A4 نجح في الهبوط بشكل سلس لأول مرة على الجانب البعيد من القمر، ولم يسبق لأي مركبات فضائية وصلت إلى هذا الجانب من القمر وهبطت عليه. وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخو قالت إن الصين أطلقت في 7 من ديسمبر الماضي أول مسبار على الإطلاق للهبوط على الجانب المعتم من القمر. وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية إن مهام المسبار تشانغ A4 تشمل المراقبة الفلكية اللاسلكية ذات التردد المنخفض ومسح التضاريس والسطح وكشف التركيب المعدني وقياس الإشعاع النيوتروني والذرات المحايدة من أجل دراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر. وتسعى الصين إلى اللحاق بروسيا والولايات المتحدة لتصبح قوة كبرى في الفضاء بحلول عام 2030، وتعتزم تدشين بناء محطة فضاء مأهولة خاصة بها العام المقبل. أكدت الشرطة الدنماركية سقوط 6 قتلى و18 جريحا جراء حادث قطار وقع عند جسر يصل بين جزيرتين كبيرتين في البلاد. وسبق أن أفادت وسائل الإعلام الدنماركية بأن الحادث المأساوي وقع على الجسر الرابط بين جزيرتي زيلاند وفين الكبيرتين في بحر البلطيق، حيث ضربت قطعة من حمولة قطار شحن عربة في قطار ركاب كان يسير في اتجاه معاكس، مما أدى إلى توقف قطار الركاب بصورة مفاجئة. وكان على متن قطار الركاب المنكوب 131 راكبا. وأسفر هذا الحادث عن إغلاق الجسر، فيما أكدت أكبر شركات سكك الحديد في البلاد أن العاصفة التي اجتاحت البلاد تعيق من الوصول إلى القطار المنكوب لمساعدة المتضررين. تمكنت امرأة هندية من أن تصبح أما للمرة الثانية بعد أن أنجبت طفلا وهي في 65 من العمر، حسب ما نقلت وكالات إخبارية. ولفتت هذه المرأة انتباه الأطباء ووسائل الإعلام كونها أول امرأة تستطيع إنجاب طفل سليم في هذا العمر دون اللجوء إلى التلقيح الصناعي أو وسائل الحمل المساعدة الأخرى. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن زوج المرأة المذكورة يبلغ من العمر 80 عاما، وكانا قد أنجبا طفلهما الأول قبل 8 سنوات. يذكر أن امرأة أخرى كانت قد أنجبت طفلا منذ عامين وهي بعمر 72 عاما، لكن حملها كان عن طريق التلقيح الصناعي. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.